السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض السميط التركي بطريقة سهلة جدا وبمقادير مظبوطة 100%، وعجينة هتنفعك في حاجات كتيرة جدا. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. ده 3 كوبايات وربع دقيق، وتلت كوباية مية دافية، وربع كوباية زيت، و3 معالق كبار لبن بودر، وباكت خميرة، ونص معلقة صغيرة ملح، وفي ربع كوباية مية دافية تانية، ونص معلقة سكر. هنحط السكر على الخميرة وناخد حبة مية ونقلبهم مع بعض. مية دافية، مية دافية يا جماعة، مش مية سخنة عشان الخميرة ما تبص، ونسيبها بقى عشان تتفاعل مع بعضها. هنزل بقى في البولة بتاعة العجان بالمكونات الجافة اللي هي الدقيق واللبن البودر وذرة الملح، وصحيح نسيت اقول في معلقة ونص صغيرين بيكنج باودر. وهنزل بقى بالمكونات الجافة دي كلها واحطها تتقلب مع بعضها، سواء بقى بايدك هتقلبيها، بالعجان هتقلبيها، مفيش مشكلة. هتقلبيها بقى كده وتنزلي اول خطوة بعد كده بالخميرة اللي هي المتفاعلة اللي عندك دي. طالما الخميرة عملت فقاقيع وتغير شكلها كده يا جماعة، تبقى الخميرة مظبوطة وشغالة. لو الخميرة ما عملتش الشكل ده يبقى الخميرة مش حلوة، مش صالحة انها تستخدم يعني. هنزل بالخميرة كده واقلب، وبعدين انزل بقى بالمية، بقية المية اللي هو ربع كوباية المية. يبقى كل كمية المية اللي هستخدمها مع 3 كوبايات وربع الدقيق ربع كوباية مية وتلت كوباية. هنزل بقى بربع كوباية الزيت كمان عشان العجينة تتلم. وبعد العجينة ما تتلم هفضل اعجن فيها لمدة 10 دقايق. ال10 دقايق دول يا جماعة هيخلوا العجينة معاكي طرية وناعمة عشان تقدري تشكليها بطريقة سهلة. انا هعلي السرعة هنا. بصوا العجينة لمت خلاص. مجرد ما العجينة لمت كده هسيب العجان شغال عليها 10 دقايق، او بايدك بعد ما تلم منك تفضلي تعجني فيها 10 دقايق. اهي العجينة بصوا جميلة جدا، طرية قوي قوي وملمسها ناعم وحلوة. هحطها بقى في بولة نظيفة واسيبها تخمر. اهي عجينة حلوة قوي يا جماعة وهشة جدا، حتى بعد ما استوت هشة قوي قوي. هنزل بقى بالعجينة في البولة النظيفة واجيب بقى زيت ذرة حبة كده على ايدي وادهن بيهم وش العجينة. دي خطوة مهمة جدا يا جماعة عشان العجينة ما تشققش منك وما تعملش طبقة كده فوق الوش شكلها مش حلو. هسيبها بقى في حتة دافية، غطيها واسيبها في حتة دافية تخمر. عملية التخمير دي مش هتاخد يعني مش هتزيد عن ساعة. بصوا خمرت اهي. هجيب بقى طبق فيه سمسم، والطبق ده فيه نص كوباية عسل اسود على كوباية مية، واقلبهم وادوبهم في بعض واسيبهم بقى عشان اقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. همسك العجينة بقى كده هقطعها كور. هحاول تبقى قد بعض على قد ما اقدر، كور كده صغيرة. بعد ما اشكلها هسيبها ترتاح 10 دقايق كمان، عشان يا جماعة ما العجينة لو مسيبتهاش ترتاح هيبقى فيها عرق، هتعكسك خالص في التشكيل، هتلاقيها كل ما تفردي هتكش منك. فخطوة ان انت تسيبيها ترتاح دي خطوة اساسية. اهو شكلتها اهو، اغطيها بقى واسيبها ترتاح ال10 دقايق زي ما قلنا عشان اقدر اشكلها بمنتهى البساطة. بعد 10 دقايق بقى بصوا العجينة همسكها كده في ايدي وهفرد بقى فيها كده. هفرد 2 طوال كده. انا هوريكم طريقتين، يا اما تعمليهم 2 مع بعض وتعملي ضفيرة، يا اما تعمليها واحدة وهوريكي برضو تعمليها ازاي. بصوا العجينة جميلة ازاي واتفردت بسرعة، ده عشان سبتها ترتاح. افردي بقى واحدة كمان. اهي بصوا حلو جدا يا جماعة السميد ده. تاكلوه مع جبنة قديمة، جبنة اسطنبولي.
هتاكلوه مع اي حاجة لايق معاها، لان عجينته زي ما قلت لكم هشة جدا. انا هوريها لكم دلوقتي، حلوة جدا. بصوا بقى هنعمل كده اهو، هنفضل نبدل فيهم كده بالشكل ده، نجيب دي مكان دي ودي مكان دي لحد ما نخلص. هي عايزة مكان واسع عشان ابقى براحتي اهي. تقفلي بقى الاطراف دي كويس جدا، وتقومي جايبه الطرف ده على الطرف ده تقفليه كويس قوي عشان ما تفكش منك. اضغطي عليهم جامد عشان ما تفكش، وتضغطي عليهم وقبل ما تنزليهم في العسل، وتقومي منزله في العسل. وحاولي ما تجيبيش على الظهر حاجه علشان خاطر ما تلزقش منك ساعه التسويه. وفي الساق حطيها بقى وظبطيها اهو. اهو انا عملت الاول كام واحده الاول كده، هنعمل واحده كمان اهو. فردتهم، واقفلي المقدمه كويس جدا، البدايه يعني. واعملي بقى كده اهو بايدك الاتنين كده اهو بقى. جيبي دي واعملي دي عكسها، سهله جدا طبعا، كلنا نقدر نعملها. واقفلي برضو وتقومي قافله الناحيه التانية، وفي العسل والميه وبعدين السمسم. اقفليها كويس عشان لو نزلت في العسل مش هتقفل منك تاني اهو. نزلي كده على طول وتقومي حاطه هنا اهي. وهنسيبها يا جماعه تخمر مره كمان، هنسيبها تخمر مره كمان، وبعدين ندخلها بقى على فرن سخن يكون مشغلاه على الاقل 10 دقايق قبل ما ادخلها. انا برضو في الاثناء دي عملت من العجينه، قلت اجرب منها. عملت كده حاجات زي السندوتشات، حطيت فيها جبنه رومي، قلت اجرب اشوف في العجينه هتبقى شكلها ايه. طلعت تحفه يا جماعه. فهعمل لكم بقى حلقه تانية، نعمل حلقه معجنات، بحيث نعمل شويه سندوتشات كده تنفع للمدرسه، هتعجبكم جدا. بصوا دي طريقه تانية تانيتها. ولفيت وتقومي قافله برضو قافله عدله كده، يعني تضغطي عليها جامد وتنزلي بيها في العسل وبعدين في السمسم اهي. دي طلعت صغننه قوي شكلها، انا شايفه ان شكلها اجمل كمان من الكبار. سهله، اظن الطريقه سهله. بصوا الطريقه التانية برضو اهي، هو واحد بس، وتقومي تانياه وتقومي عاملاهم بالشكل ده. سهله جدا، سواء بالاتنين مع بعض او بالواحده سهله. ودخليهم في بعض كده واضغطي وبس، وسيبيها بقى تخمر زي ما قلنا مرة كمان، وبعدين دخليها الفرن، الفرن اللي قلنا اللي احنا مسخنينه قبل كده اهي. ولازم تسيبي مسافات بين كل واحدة وواحدة عشان خاطر هي هتخمر قوي. دول السندوتشات اللي انا قلت لكم عليها، حشيتهم حته عجينه فايضه، حشيتهم جبنه رومي. واول ما خرجوا من الفرن طبعا بخت ميه كده عليها وتغطيها. او بصوا يا جماعه شكله طالع تحفه رائع. كمان العجينه نفسها هشه جدا، قطعه السميط نفسها هشه وجميله قوي قوي. هتاكليها باي حاجه اجمل من الفينو مليون مره. حتى السندوتشات اللي انا عملتهم دول اللي بقول لكم جربتهم طلعوا حلوين قوي قوي. بصوا التسويه هي من ورا جميله، وهي طريه وجميله قوي قوي. والسندوتشات برضو بصوا هشه بقى من جوه ازاي، والجبنه سايحه فيها، جميله جميله. ده بقى شجعني ان انا اعمل حلقه
معجنات بالعجينة دي، وبعدين نعملها بقى للمدرسة للولاد، هيفرحوا بيها جدا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.